السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ عامله لكم بقى فيديو جميل كده عن الاماكن اللي ممكن تزوروها كده وتشوفوها ببورسعيد. لو رحتوا يعني زيارة لبورسعيد او كده، فيها اماكن كتيرة جدا ممكن تتفسحوا فيها وتشوفوها وتستمتعوا بيها زي ما انا شفتها واستمتعت بيها. بصوا بقى حلقة السمك ديت بتاع بورسعيد. آم، طبعا انا مصوره لكم في الفيديو الحلقة من جوه وانواع الاسماك اللي موجودة وكل حاجة وكده. بس ده الشكل من بره. ما تنسوش بقى لأول مرة يشوف قناتي ان هو ينورني بالاشتراك في القناة ويعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة ويبقى من عيلتي الجميلة. وهقول لكم بقى ايه الاماكن اللي انتوا لو حابين تروحوا بورسعيد تزوروها. كملوا معايا الفيديو للاخر. ما تنسوش كده تعملوا لي لايك زي ما قلت لكم وكومنت حلو منكم. بيبسطني ويسعدني جدا. اول حاجة لو حابين تروحوا بورسعيد طبعا لازم تروحوا جبال الملح، تشوفوها جميلة قوي قوي قوي. والتصوير هناك يا جماعة يعني سيشن كده تعملوه تحفة يعني. بس زي ما قلت لكم قبل كده انا كنت عاملة فيديوهين عن بورسعيد. لو حابين تزوروها يعني في الصيف روحوا بدري او روحوا ايه على الساعة 5 6 كده يكون الجو هدا. لكن انا كنت رايحة الساعة 1 الظهر في عز الحر يعني، فكان صعب قوي يعني. تمام كده. عايزاكم بقى تتفرجوا كده على جبال الملح وتستمتعوا بيها. بصوا كأنكم كده في اوروبا وماشيين وسط التلج يعني، بس هنا ده ملح. طبعا ما ينفعش نروح بورسعيد من غير ما نروح سلسبيلة وناكل الكاساتة اللي مشهورة بيها ايه. بورسعيد تاكلوا كاساتة من بورسعيد. سلسبيلة طبعا ليه فروع كتيرة جدا في بورسعيد. والكاساتة تاكلوها طعمها جميل قوي قوي قوي. جربوها كده وان شاء الله تعجبكم بإذن الله. وادي الكاساتة معانا هيت. طبعا ما ينفعش برضو نروح بورسعيد من غير ما نروح عند علوش وناكل احلى شوكولاتات من عند علوش. شوكولاتات بقى مستوردة جميلة جدا. هتعجبكم وهتتبسطوا بيها ان شاء الله. وزي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي انا كنت عاملاه، علوش ليه فروع كتيره جدا في بورسعيد. حاولوا كده شوفوا اقرب فرع يكون للمكان اللي انتم موجودين فيه وان شاء الله يعجبكم وتتبسطوا. كان في انواع شوكولاتات كتيره جدا حاولت اصور لكم على قد ما اقدر. الشوكولاتايه دي كانت ب65 جنيه، كان طعمها جميل قوي قوي لان انا جبتها وجربتها. وكان في حاجات كتيره قوي جميله. كل حاجة صورتها لكم اهوت. دي شوكولاتات تونسي على فكرة، كان طعمها جميل قوي برضو. إيه حاولت اصور لكم على قد ما اقدر جوه المحل وبره المحل. وانواع الشوكولاتات الموجودة يعني. زي ما انتم شايفين كده بقى يا حبايبي انواع شوكولاتات بقى بجميع يعني فيها فيه كل الاسعار يعني. في الرخيص وفي المتوسط وفي الغالي. كل واحد بقى على حسب رغبته هو حابب ايه وكده. ودي جولة بقى عملتها لكم جوه علوش بقى تشوفوها كده وان شاء الله تعجبكم. طبعا ما ينفعش طبعا نروح بورسعيد ما نروحش طبعا حديقة فريال. وده مسجد القدر اهوت كان بحديقة فريال. ونتصور في حديقة فريال ونستمتع بيها وجمالها. وعند الطاحونة الهولندية. الحديقة دي طبعا حديقة قديمة جدا وحديقة أثرية ولها تاريخ كبير جدا جدا.
والمباني اللي حوالين الحديقة مباني برضو قديمة وليها كده، فيها عبق تاريخ كده و... ومباني حديثة مباني قديمة يعني موجودة من زمان، بس لو شفتوها ما شاء الله يعني لسه محافظين على جمالها. المباني كده اللي حوالين حديقة فريال. طبعا ما ينفعش طبعا نروح بورسعيد من غير ما نروحش طبعا حديقة فريال ونتصور هناك جنب الطاحونة الهولندية وناخد صور للذكريات الجميلة. طبعا انا سايباكوا كده تتفرجوا كده على الحديقة وتستمتعوا بيها. مش عايزة بقى ايه اكلمكوا كتير عنها، عايزاكوا يعني تتفرجوا كده بعينيكم على الحاجات الجميلة ديت، جمال الحديقة في الريال. حاجة بصوا مفيش بعد كده جمال يعني. كمان الحديقة صراحة ما شاء الله مهتمين بيها جدا ونظيفة قوي قوي. فيها كده بقى ريحة الزرع والخضرة، حاجة بصوا تحفة تحفة يعني. الله الله على الجمال. فعلا حديقة في الريال دي جميلة قوي قوي قوي. الطاحونة الهولندية طبعا حاجة كده في عبق التاريخ بجد يعني. طبعا يعني بورسعيد طبعا ليها جزء يعني في تاريخ مصر مهم جدا جدا. يا سيدي بقى على الطاحونة الهولندية وجمالها. بجد بورسعيد جميلة قوي قوي، وانا اتبسطت جدا في اليوم ده واستمتعت جدا. وزرت اماكن كتيرة جدا في بورسعيد. بس بصراحة يعني هي محتاجة بقى اللي يروح يزورها يروحها بقى ايه يومين كده ولا حاجة عشان تقدروا تستمتعوا اكتر يعني. طبعا ما ينفعش طبعا نروح بورسعيد وما نروحش المسلة بقى عند الحمام. كله الا الحمام وجمال الحمام. والله الله ربنا يرزقنا ان شاء الله زيارة آه، الكعبة كده ونشوف حمام الكعبة يا رب زي ما شفنا الحمام الجميل ده واكلناه بقى. في ناس كده طيبين جميلة موجودة هناك نشتري منهم اكل ونأكل الحمام صراحة. يعني الحديقة دي برضو من اعرق واقدم الحدائق برضو في بورسعيد. جميلة جدا جدا جدا. والحمام بقى وجماله بجد عايزاكم تستمتعوا بيها. حاجة كده تحفة تحفة يعني.
الله على منظر الحمام جميل قوي قوي، شكله جميل وتحفة. والاطفال طبعا مستمتعين طبعا بالحمام وهما بياكلوا الحمام. والراجل الجميل الطيب اللي هناك ده جاب اكل الحمام، شوف الحمام كله اتجمع حواليه ازاي، سبحان الله. طبعا حديقة المسلة فعلا من الحدائق الجميلة جدا في بورسعيد، وان احنا برضو نروحها ونشوفها ونستمتع بيها، جميلة قوي قوي قوي. فتنسوش بقى اللي يعجبوا الفيديو بتاعي ده وجولتي كده في بورسعيد وايه الاماكن اللي انتم ممكن تروحوا تزوروها في بورسعيد بقى، يعمل لي لايك بقى وشير وسبسكرايب في القناة ويبقى من عيلتي الجميلة، ويكتب لي كده كومنت حلو منه، ويقول لي بقى رأيه في مدينة بورسعيد وفي الفيديو او الفلوج اللي انا عاملاه لكم الجميل ده. طبعا ما ينفعش نروح بورسعيد من غير ما نروح بقى حلقة السمك. يا سلام بقى على حلقة السمك وجمال السمك. واحلى حاجة بقى في السمك هناك وطعامته وجماله ان هو بيبقى طازة طازة جميل قوي. كل انواع السمك، البوري والبولتي والجمبري والدنيس. بصوا بقى، سمك بقى وحاجات بقى، بص كل ما تتخيلوه عن انواع السمك، جميلة جدا جدا. ونفس المكان تقدروا ان انتم تجهزوا السمك وتاكلوا برضو في نفس المكان. في اماكن في الحلقة ان انتم ممكن يتعمل لكم السمك وتاكلوه كده، بجد حاجة جميلة قوي. والفسيخ، يا سلام على الفسيخ. شفتوا بقى اكلة السمك الجميلة ديت؟ اتفضلوا بقى معانا السمك الجميل ده، وبقلاويز البحر بقى والجمبري والكابوريا والدنيس. طبعا ما ينفعش نروح بورسعيد من غير بقى ما نشتري بقى احلى ملابس بقى مستوردة بقى جاية من بره بقى، من امريكا ومن اسبانيا. بصوا بقى الملابس بقى هنا بتتباع بقى بالكيلو وتشتروها بقى على حسب الكيلو بكام. بصوا حاجات جميلة جدا ممكن تجيبوها. والشنط ديت طبعا احنا جبنا شنطة، ومش فاكرة تقريبا كان الكيلو الشنط تقريبا كده كان ب500 جنيه. اي شنطة تعجبك وتوزنيها تشوفي الميزان بتاعها كام، طبعا مثلا 100 جرام 200 جرام، وتدفعي بقى ايه، يبقى ده حق الشنطة يعني. احلى شنط واحلى هدوم بقى في بورسعيد، حاجات بقى ايه جاية من بره كده مستوردة وجميلة قوي. طبعا يعني بورسعيد من زمان قوي قوي وهي مشهورة بالحاجات ديت، بالملابس طبعا اللي هي بتبقى مستوردة من برا مصر وكده، بتتباع بالكيلو. بس كده، ودي كانت بقى رحلتنا وجولتنا في مدينة بورسعيد. يا رب ان شاء الله ان هي تعجبكم كده. ولو عجبتكم بقى ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتبقوا من عيلتي الجميلة وتشجعوني كده. وان شاء الله اعمل لكم فلوجات من كل مدن مصر تعجبكم بإذن الله تعالى. وشكرا لكم يا احلى متابعين في الدنيا، ومع السلامة.